السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن الحلقة الرابعة من ساعته وتاريخه. الحقيقة الحلقة الرابعة عجبتني قوي. محمد شاهين عامل أداء حلو. محمد شاهين من الممثلين أساسا اللي الواحد مفتقدها. يعني محمد شاهين طلع في الأول في تامر وشوقية وكبير قوي، وكان عامل نجاح كبير مع أحمد مكي، وكان عامل نجاح كبير مع أحمد حلمي، وكان عامل بعد كده عمل دور جد في مسلسل هو وباسم سمرة اللي هو بتاع بين السرايات. فكان الواحد متوقع ان محمد شاهين ده خلال سنتين تلاتة هيبقى ليه افلام لوحده وسينما لوحدها ومسلسلات لوحده. فجأة اختفى وبقاله فترة ملهوش اعمال مسمعة. فالواحد فعلا كان مفتقد محمد شاهين، وهو عامل اداء بقى في الحلقة ديت شخصية من الشخصيات اللي هو بيحبها، اللي هي بقى فيها حتة كوميدي وفيها طابع جد. هو محمد شاهين تحس ان هو مش عايز يتصنف كوميدي، وهو شكله يعني شكله ما يعني شكله ما ممكن يأدي غير كوميدي يعني. بس وتحس ان هو بقاله فتره قاعد يهرب، يعني يهرب من الدور الكوميدي. كان ليه عمل تجليات ومشاهد حلوه في الفتره اللي فاتت. يعني المشهد الاولاني في الفيل الازرق اللي هو ضيف شرف كان مشهد علم مع ناس كتير قوي. عمل ادوار خلال السنين اللي فاتت في افلام، ادوار ضيف شرف وادوار بيساعد البطل. ومسلسل نيران صديقة لو حد تفتكره كان عامل دور معقد جدا، ودور فيه نفسية وفيه جهد نفسي. وبعد كده عمل سبع وصايا مع محمد أمين راضي بعد نيران صديقة. فمحمد شاهين هو في حتة الدراما بس هو بيهرب من الكوميدي، مع انه هو عنده خفة ظل تمكنه ان هو يكون ممثل كوميدي، وممثل كوميدي كمان يبقى ناجح. لو اشتغل مسرح، لو اشتغل تلفزيون كوميدي، محمد شاهين هيعدي ناس كتير قوي على الساحه. واحنا شفناه في الكبير قوي، شفناه في تامر وشوقية، شفناه في حاجات كتيره جدا. وهو مش من نوع الكوميديا اللي هي كوميديا الافيه، لا هو بيأدي يعني. يعني محمد شاهين لو أدى كوميدي هيأدي من ناحيه البلاك كوميدي حاجه اشبه كده ايه بنجيب الريحاني كده. ومش منتشر. فهو بيبقى له وحشه ان هو يجي يشتغل، لا انت بتحبه. فانا عجبني جدا الحلقه وعجبني الشخصيه وال... والنهايه اللي هي مش غير متوقعه. وبرضه عجبني زي ما قلت قبل كده الناس اللي هي طالعه من الكاستنج في المسلسل. فالمسلسل حلو، المسلسل حلو ساعته وتاريخه. وبصراحه يعني فكره ان الحلقات غير متصله ده شيء كويس جدا، ان انت قاعد تطرح نجوم وتطرح ابطال، كل حلقه نجم وكل حلقه في وجوه جديده. فلا المسلسل متعوب عليه، وعمرو سلامه عامل شغل كويس. آه، محمود عزت عامل شغل كويس. الحلقه دي كانت اخراج احمد عادل، عامل شغل كويس. فتحيه للمسلسل. الحلقه حلوه وفيها تفكير حلو وفيها فكره حلوه. مش عايز احرق الاحداث، بس هو محمد شاهين طالع بدور واحد انت هتفتكره ان هو شيء، وهيظهر شيء تاني خالص في الاخر. وهي المشكله بقى اللي هتصدمك في الاخر ان دي قضيه حقيقيه، وان هو اتحكم عليه بالسجن 3 سنين في نهايه الاحداث. شكرا لكم.